بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أجمل تحية وأحلى سلام لمتتبعي قناة نمسة بالله. إن شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفة. هي وصفة الشوفلور، لي كروكيت دو شوفلور او فور. هادو درتهم في الفور، تشوفيهم هكا تحس بهم مقليين، بصح هما درتهم في الفور. راكم عارفين على جال الصحة، راكم شتو دوك الزيوت مضرين بالصحة، خممت انا ما نقليهمش، درتهم في الفور. وهاد الوصفة سهلة ماهلة وبنينة اي بوكو بلوس اقتصادية، ما فيهاش اي نوع من اللحوم، وراني متاكده لو كان تجربيها غادي وليداتك يحبوها وتولي كل خطره ديريها لهم. نطول عليكم، غادي نفوتوا ديريكتومون لطريقه التحضير. هنا جبت راس تاع شوفلور شويه متوسط الحجم، غسلته ونقعته في الماء والخل لمده نصف ساعه وبخرته. انا مبخر الشوفلور ما نغليهش في الماء، كي برد وقطر مليح درت عليه كمشه نتاع معدنوس، فصين تاع توم مبشورين، شويه ملح حسب الذوق، وهذا تابل تاع كوري الدجاج، ملعقه صغيره تاع زنجبيل، ملعقه صغيره تاع كمون، ونصف ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، ورشه نتاع زعفران، وبيضتين. هنا البيض على حساب الشوفلور اللي عندك، على حساب الكميه يعني. هنا درت بيضتين، وثلاثه مغارف نتاع اكل نتاع شابلور البقسماط، وهنا 100 غرام نتاع الجبن المبشور. انا هنا استعملت نابولي. نخلط مليح المزيج باش يدخلوا المكونات في بعضهم بعض، فوالا، وما يكونش عندي الخليط جاري باش نجم نتحكم فيه من يكون نشكل في الكرات. هنا غادي نجيب بلاطو اللي يدخل الفوق، لازم ديروا له البابي سولفيريزي، هذا ورق الطبخ، على خاطر كيما راكم تعرفوا الشوفلو خفيف وفيه البيض، غادي اوتوماتيكمون غادي يلصق، دونك لازم ديروا البابي سولفيريزي. وكما تشوفوا ونرشه بالزيت. زيت نفوت كامل على هذاك لا سيرفاس نتاع البابي بالزيت، ونبدا نشكل في الكرات. انا هنا درتهم ما كبار ما صغار، درتهم متوسطين. وهنايا ملاحظه، ما لازمش سورتو هادو لي كروكيت المقليين بلوتو لي يجيو في الفوق، ما لازمش نهبطوهم بيدينا، نخليوهم هكا دي بول، ما نديرهمش خبيزات، خاطر لو كان جربتها، لو كان ديروهم خبيزات غادي يزيدوا يهبطوا في الفوق وغادي يولوا هكا رقيق بزاف ويجوا يابسين. دونك لازم تخليهم هكا كرات، تخليهم هكا دي بولات. وانا راني مسخنه الفرن تاعي على 180 درجه، وهنا قبل ما ندخلهم الفرن جبت القليل من زيت المائده وراني نرش فيهم، ندهنهم من الفوق بالزيت باش يجوني يعني خفاف كي يطيبوا في الفرن. وهنا ما نجمش نعطيكم التوقيت تاع الطهي، راكم تعرفوا كي يشدوا رواحهم ويحمروا شويه يكتسبوا اللون الذهبي نخرجوهم. وهنا بينما لي كروكيت تاعي راهم يطيبوا، هنا جبت مقلاة ودرت فيها 2 ملاعق كبار نتاع زبده ولا 60 غرام، وراني ندوب فيهم. هاد لاصوص، هاد الصلصه سي اون صوص سويدواز، وبصح انا درتها على طريقتي، عيطوا لها صوص ايكيا سويدواز، بصح انا زدت لها اضافات باش عززت لها النكهه. كيما هنا نورمالمون هما ما يديروا لا بصل لا توم، انا حبيت ندير لها البصل باش نعزز لها الذوق نتاعها. هنايا درت بصله صغيره قطعتها مربعات صغيره ودرتها طيب في هذيك الزبده، ماشي طيب كومبليتمون،
يدخلها الطياب. نقليها مليح في هذيك الزبده. هنا لازم الزبده ما نزيدو لا زيت لا والو، لازم في هذه الصلصه نستعملوا الزبده فقط. ما نكذبش عليكم، انا هذا النوع من الصلصات نستعملهم كي ما يكونش عندي اللحم، يعني اي نوع من اللحوم ما يكونش عندي نستعمل هذه الصلصات، ونعززهم يعني بنكهات نعطيهم شخصيه مالغري ما يكونش فيهم اللحم. والله صدقوني لو غاطا نتاعك ولا الطبق نتاعك اللي توجديه بها يجي روعه. هنايا كي تدخل البصل تخليه الطياب، اضفت ملعقتين نتاع طحين ولا مايزينا كيما تبغي نشاء، ولا انا هنا درت طحين. هنا نديرو طون بور طون في هاد الصوصات كيما البيشاميل، كيما لي صوص فروماج، كيما لا صوص مورني. نديرو طون بور طون، ديري 2 مغارف زبده، 2 مغارف فرينه، ولا الميزان 60 غرام زبده 60 غرام فرينه. وهنايا هاد الخليط هما يديروا مرق اللحم ولا مرق العجل. انا هنا درت كان عندي جامبو الدجاج، درت فيه غرفيه تاع ما، درت مربع لو كاري هذاك نتاع جامبو، فتتو مليح وميكسيتو مليح في داك الماء. وهنا بدات الصلصه تاعي تتماسك، وغادي نزيد مقدار تاع غرفيه واحده اخرى نتاع الماء. الاولى درت المرق الدجاج وزدت غرفيه زوجه نتاع الماء فقط، وراني نخلط ونحل في هذوك لي غرومون تاع الفرينه، نخلطو مليح مليح بالفوي باش تجينا الكريمه ملساء. وهنا راني نتبل بنفس التوابل اللي تبلت بهم الشوفلور، الزنجبيل والفلفل الاسود والكوري الدجاج. بصح اكتفيت غير بالبصل ما زدتش الثوم. هنا جبت 80 مليلتر نتاع كريمه طازجه. انتي ما راكيش متقيده، ما تتقيديش بلي زانغريديون اللي درتهم انايا. ما عندكش كريمه طازجه ممكن ديري 2 تاع ياغورت ناتور، 2 تاع ياغورت ناتور، ولا ديري سامبلومون اون صوص بيشاميل كيما هكا هاد الصلصه وتزيدي فيها فرماج رابي فقط، ديري فيها فرماج جبن مبشور، مام هي غادي تعطيك ذوق رائع. وهنا الشامبينيون كان متواجد عندي، قلت لي مالا ما نضيفوش في هذه الصلصه باش نعزز الذوق ونعزز يعني الزينه تاع الطبق. انتي ما راكيش مطالبه باش ديري هاد الشامبينيون، تقدي تستغناي عليه، انا زدته كاضافه. هنا درت ميم با ربع ملعقه نتاع لا موطارد، على خاطر ولادي ما يبغوش هذاك لوغو تاع لا موطارد. بصح هي نورمالمون يعني في الوصفه الاصليه يديروا ملعقه صغيره مملوءه نتاع لا موطارد. وهنا نقعد نحرك في الصلصه نتاعي ونخليها تطيب مليح على نار هادئه. شوفوا هذا هو القوام نتاع الصلصه. ما نكثرلهاش بزاف الطياب، واحد 5 دقائق ولا، ونطفي عليها باش ما تقعدش تزيد يعني تزيد تتقال. نخليها هكا كلكو مينوت ونطفي عليها. وهم هادو لي كروكيت تاوعي من بعد ما طابوا وخليتهم بردوا مليح مليح، شوفوا كيف جاو محمرين وناشفين، ما فيهمش ولا قطره تاع الزيت. انا تبالي هكا في الاوفور يجو خير، انا نحب هاد الطريقه خير من نقعد نقلي فيهم نفوتهم في لاشابلور والزيت شتوها تنحرق وتتعمر بلا شابلور. هنا في الفور تجي دعوه يعني نقيه وما تعبكش بوكو بلوس صحيه. وهنا كما راكم تشوفوا انا بديت ندريسي في الطبق نتاعي، درت ديك الصلصه، شوفوا لي ديك الصلصه كيفاش جات، اللون ما جات خفيفه ما جات ثقيله، القوام رائع. وراني نسدف هذوك الكرات الشوفلور، وكملت راني نسدف هذاك الشامبينيون هكا درتو في الوسط كما قلت لكم في الاول.
ما راكمش متقيدين لي زيتاب نتاع الوصفه. تقدروا تستغناو على الشامبينيون. الصلصه تغيروا فيها، مام تقدروا ديروها بالصلصه الحمراء. تاني انا مره جربتها بلاصوص طوماط، هذيك تاع البيتزا، لاصوص تاع البيتزا تاني جات ولا اروع. انا اللي عليا نعطيكم لا باز نتاع الوصفه وانتم تغيروا كما تبغوا. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم والوصفه تكون نالت رضاكم وكنت خفيفه على قلوبكم. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم وتردوا لي في التعليقات، وما تنسونيش بالاشتراك والاعجاب والبارطاج لكي تعم الفائده. واحلى واجمل ما اختم به هذا الفيديو هذا الدعاء لي ولكم: اللهم يا فاتح الابواب ومنزل الكتاب، ارزقنا رزقا كالأمطار، وهون علينا كل صعب، واجعل أيامنا عيدا ويومنا سعيدا وعمرنا مديدا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قولوا آمين. تحيات لمسة بالله.